مرحبا بكم في عالم الغموض. عمرك فكرت ليه لما بنشوف شبح دايما بيكون بيطير؟ ليه ما فيش شبح بيمشي على الأرض أو بيقف عادي؟ هو خيال ولا في تفسير؟ في الفيديو ده هنتكلم عن 7 نظريات بتشرح ليه الأشباح بتطير، منها اللي علمي ومنها اللي ديني ومنها اللي هتشوفه لأول مرة. اربطوا الأحزمة واستعدوا لأكتر نص ساعة غموض. رقم 1، نظرية الطاقة الروحية. 4 دقائق. أكتر نظرية منتشرة بتقول إن الأشباح هي عبارة عن طاقة روحانية مش ملموسة، والطاقة دي ملهاش وزن، يعني الجاذبية متأثرش عليها زي الأشعة أو الموجات الكهرومغناطيسية. العلماء بيقولوا إن الجسم البشري بعد الموت بيفقد حاجة بسيطة جدا من الوزن، ودي في بعض النظريات تم تفسيرها إنها وزن الروح. لو ده حقيقي فطبيعي الأشباح تطير لأنها خفيفة جدا. كلمة 2، نظرية الجاذبية. ما بتشتغلش عليهم، الجاذبية الأرضية بتأثر على كل حاجة مادية، بس الأشباح حسب بعض النظريات مش مادية، يعني جسمهم مش صلب ولا ملموس، فالجاذبية تعتبرهم كأنهم مش موجودين. زي ما الطيف ما يقدرش يقع، الطيف يقدر يطير، وده بيفسر ليه بنشوفهم بيمروا من خلال الحيطان وبيتحركوا في الهواء كأنهم دخان. وراثة 3، نظرية التسجيلات الروحية أو ذاكرة المكان. في نظرية بتقول إن الأشباح مش أرواح ناس ماتت، لكن عبارة عن تسجيل لحادثة حصلت في الماضي. الطاقة بتتسجل في المكان وبتتكرر بنفس الشكل. أوقات الشبح بيظهر وهو بيطير لأن وقت الحادثة كان في لحظة سقوط أو فوق الأرض شوية، وده بيفسر ليه الأشباح بتظهر بنفس الطريقة وفي نفس الأماكن. 4، نظرية البعد الرابع. 5 دقائق. من أغرب وأخطر النظريات بتقول إن الأشباح مش من عالمنا، هم كيانات موجودة في بعد تاني، البعد الرابع أو الخامس. قوانين الفيزياء هناك مختلفة تماما عن هنا. ممكن يكونوا بيمشوا على أرض في عالمهم، بس إحنا شايفينهم بيطيروا لأن الأرض دي مش موجودة عندنا، زي ما الواحد في لعبة فيديو بيطير من غير ما إحنا نحس إنه بيستخدم طريق. 5، في بعض الأديان والمعتقدات الطيران هو رمز للروح اللي انفصلت عن الجسد. الروح بتطلع لفوق، بتتحرر من سجن الأرض، وده معناه إن الشبح الطاير ده روح مش قادرة تطلع للسماء، فبتفضل عالقة بين السماء والأرض، معلقة تايهة، وعشان كده بنشوفها بتطير بدون هدف. لا دروارة. 6، تأثير السينما والخيال الجمعي. مين فينا مش شاف شبح طاير في أفلام الرعب؟ هوليوود عملت الصورة الذهنية دي في عقولنا. الشبح لازم يبقى أبيض شفاف وبيطير. عقلنا الباطن صدق ده، فحتى لو حد شاف شبح فعلا خياله هيكمل الصورة ويخليه شايفه بيطير. 7، تجارب ناس حقيقية. 5 دقائق. ناس كتير حول العالم قالت إنها شافت أشباح بتطير. في واحدة قالت إنها شافت شبح أمها الطاير فوق السرير أول يوم بعد وفاتها. وفي راجل شاف شبح في المقابر بيتنقل بين القبور من غير ما يلمس الأرض. هل دي تخيلات؟ هل في تفسير علمي؟ ولا الأشباح فعلا بتطير؟ في الآخر مفيش حد يعرف الحقيقة كاملة. هل الأشباح بتطير فعلا ولا دي صورة زرعها الخيال في دماغنا؟ كل واحد فينا ليه تفسيره وليه خوفه الخاص، لكن المؤكد إن العالم مليان بحاجات غريبة، يمكن تكون مجرد قصص ويمكن تكون أكتر من كده بكتير. أسأل نفسك، لو شفت شبح هتفضل ثابت ولا هتطير انت كمان؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لنا في التعليقات ايه أغرب قصة سمعتها عن الأشباح، وهل تؤمن إنهم فعلا بيطيروا؟ استنونا في فيديو جديد من عالم الغموض.